الفنان محمد شاهين النهارده في استقبال الفنان لسه بوجوده صديقه من برنامج ستار اكاديمي. عاوزين نعرف شعورك ايه وكلمه للفنان لسه بوجوده. بص هقول لك على حاجه، ليس قلبه طيب جدا. سيبك بقى من استقباله والكلام ده، هو قلبه عيل جدع وقلبه طيب ويستاهل اللي هو فيه، ولسه يستاهل اكتر كمان. بره عن ده كله بقى، انا حابب ان انا اجي اقابله، مش عشان هو زميلي، انا حابب ان انا اجي اقابل شخصيه زي دي، حابب ان انا اجي اقابل كاركتر طيب من جواه زي ده، يعني حد فعلا ينحب، عيل طيب يعني، فاهمني؟ مش موضوع ان هو زميلي بقى وستار اكاديمي والكلام ده. وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه في حياته، لان هو عيل مجتهد وبيحب يشتغل على نفسه، وربنا كرمه وعمل عمل سنجل على ما اعتقد، وبيقول لي احضر في ألبوم كمان، فان شاء الله ده تبقى فتحه خير عليه وربنا يكرمه في اللي جاي يعني. وان شاء الله السنجل لما ينزل انا حاسس ان انا عارف ان هو هيكسر الدنيا، لان هو اللي بيجتهد ربنا ما بيغسلوش وبيحقق له كل اللي هو عاوزه. ايه اهم الذكريات اللي جمعتكم في الاكاديميه؟ ليس كانت كتير ناس مننا كانوا بيقولوا عليه متصنع، بس انا ما كنتش بقول كده، لان انا ما كانش في بيني وبينه تعامل، فعشان كده ما كنتش بقول عليه حاجه. لكن جت فتره عليا وحبيت ان انا اتكلم معاه، لان لقيته حسيت بيه ان هو فعلا عيل جدع محبوب طيب، عشان كده قربت منه واتكلمت معاه وعرفت فعلا ان هو عيل مش متصنع، ولا هو بطبيعته محترم جدا وغلبان. ف كده يعني. جديدك الفني بقى؟ جديد الفني ان شاء الله، ان انا منتظر بعد اسبوع ان شاء الله من دلوقتي همضي مع الشركه اللي انا همضي معاها، وبرضه بعد الاسبوع ده هاخد خطوه لقدام، ان انا هشوف موضوع السنجل ده السي بي ساعه تعمله لي ان شاء الله، وهنشتغل فيه على طول باذن الله، عشان برضه احنا اتاخرنا على الناس قوي، وفي ناس كتير زهقت وزعلانه وبتاع وكده، فانا هحاول ان انا ارضي كل الاطراف ان شاء الله. بعد اسبوع باذن الله هيكون في حاجه جديده يعني. حبيبي ربنا يخليك.